معاه وبيسيبوا دونج وبيمشي. وهنا بيلاحظ صور بنات كتير موجودة على لوحة المخطوفين من سنين ولسه ما رجعوش. وقتها بيتأكد انه لو فضل ماشي ورا الشرطة مش هيوصل لأي نتيجة، فبيرجع على بيته وبيتصل على تشون عشان يدور له على أي محقق بالفلوس يدور له على مراته. وقتها بيعرفوا تشون انهم محتاجين فلوس عشان يقدروا يعينوا أي محقق، وبيلوم عليه عشان سلم شنطة الفلوس للشرطة. فبيتعصب دونج وبسرعة بيغير هدومه وبيروح لزعيم المنطقة اللي واخد منه فلوسه بالقوة، وبيدخل عليه وعينه كلها غضب وبيطلب منه الأول فلوسه بالأدب. ولما بيرفض وبيهدده برجالته بيتجنن دونج وبيبدأ يهجم على رجالته واحد ورا التاني يكسرهم من الضرب لحد ما بيوصل لآخر واحد فيهم وبيلاقيه خايف من غير ما يلمسه، فبيضطر زعيم المنطقة يرجع له فلوسه. بعدها بياخد دونج صاحبه وبيروحوا للمحقق اللي هيساعدهم واسمه يونج. وأول ما بيقابلوه بيسألوا تشون يعرف مكان العصابات اللي بتهرب الناس ولا لا، فبيعرفه يونج انه يعرف ناس كتير منهم وكلهم اصحابه. ولما بيسألوا دونج عن مكانهم فبيطلب يونج منه يقعدوا لحد ما يغير هدوم. بعدها بيرجع لهم وبيعرفوا انه ممكن مراته هي اللي تكون بعتت له الفلوس علشان يطلقها، لكن تشون بيتعصب عليه وبيعرفوا انهم متأكدين انه اختطاف. وقتها بيتضايق دونج من كلامه وبيبقى عاوز يمشي، لكن تشون بيهديه وبيعرفه ان ده اشطر من محققين الشرطة ولازم يستحملوه. فبياخد من ايده الفلوس وبيقرب من هيونج يديها له وبيترجاه يرجع لهم جيسو بسرعة. وهنا بتبقى المفاجأة لما بيمدلوا تشون على نسبة 5% من مشروعه وبيوعدوا يبعت له ارباحه كل شهور لو قدر يرجع لهم جيسو. فبيستغرب هيونج من تضحية تشون عشان يلاقي مرات صاحبه، فبيضطر انه يوافق يساعدهم في التدوير عليها. وبيبدأ هيونج يراجع الكاميرات اللي موجودة قدام المطعم والبيت كويس، وبيقدر وقتها يعرف رقم العربية اللي ركب فيها الخاطف. تاني يوم بيروح يتنكر هيونج في شخصية ضابط شرطة وبيروح على المرور عشان يقدر يشوف سجلات العربيات، فبيقدر وقتها يلاقي رقم العربية وبيعرف عنوان صاحبها. فبسرعة بيعرف دونج وبيروحوا على العنوان. ولما بيوصلوا بيراقبوا بيته من بعيد، لكن دونج ما بيقدرش يصبر وبينزل علشان يدخل. واول ما بيدخل عليه بيلاقيه بيشرب مخدرات وخمرة بكميات كبيرة. وقتها بيحكي له صاحب العربية ان في عصابة دفعت له مبلغ كبير مقابل انهم يستخدموا لوحة عربيته. فبيسألوا تشون وقتها ازاي تبيع اسمك مقابل الفلوس، فبيعرفوا صاحب العربية انه محتاج الفلوس عشان يصرف على اولاده. فبيروح دونج مع تشون وهيونج للمكان اللي باع فيه لوحة عربيته، وهناك بيتفاجئ انها صالة كبيرة للقمار والشرب والمخدرات. فبيطلب دونج انه يقابل صاحبة المكان، واول ما بيقعدوا في مكتبها بيطمنهم هيونج وبيطلب منهم ما يخافوش من رجالتها. بعدها بتقابلهم صاحبة المكان وبتفتكرهم زباين جديدة، وقتها بتبدأ تعرفهم بالمبلغ اللي هينفع يلعبوا بالقمار، وكمان بتعرفهم انهم يقدروا يبيعوا ارقام عربياتهم مقابل مبالغ كويسة. وقتها بيتعصب هيونج عليها وبيطلب منها سجل العملاء اللي بيشتروا منها لوحات العربيات، فبتستغرب كلامهم وبتسألهم انتوا من الشرطة